بعض الشباب يريد الهداية ويريد الاستقامة ويريد التوبة، وتكلم عن الهداية والتوبة والاستقامة، يقول لك والله ودي بس أخاف أنتكس، أخاف أتوب بعدين أنتكس، أو أخاف أهتدي بعدين أرتد. طيب يا أخي الحبيب، هذا في علم الغيب. من أخبرك في علم الغيب أنك بتنتكس؟ وهذه شبهة شيطانية أصلا. توكل على الله واستعين بالله واعمل بالأسباب وخلي نظرتك إيجابية. ليش تنظر نظرة سلبية؟ يا أخي يمكن تصير عالم من علماء الإسلام، يمكن الله ينفع بك ينصر بك الله الدين، يمكن تصير إمام داعي إلى الله، ما حد يدري. يا أخي خلي نظرتك إيجابية، لا تنظر نظرة سلبية. وبعدين أنت تدري مثالك هذا مثل مين؟ تخيل إنسان طايح في بير مثلا أو طايح في حفرة، ونرمي له حبل ونمد له حبل ونقول اخرج، يقول لا أنا أخاف أخرج بعدين أطيح في الحفرة مرة ثانية. طيب خلاص خليك في الحفرة. يعني إنسان مثلا في بيارة أكرمكم الله، يعني بيارة مجاري وطايح فيها، ونمد له سلم ونقول له أخرج، نمد له حبل أخرج، يقول لك لا أنا أخاف أخرج بعدين أرجع مرة ثانية. يا أخي لا تنظر هذه النظرة، بالعكس أنقذ نفسك اخرج وابدأ صفحة جديدة مع الله، وتوب إلى الله واستقيم على دين الله وأبشر بالخير. فإن الله عز وجل من تقرب إليه شبر تقرب الله منه ذراع، من تقرب إلى الله ذراع تقرب الله منه باع، ومن أتاه يمشي يأتيه هونا سبحانه وتعالى. تقرب إلى الله وابشر بالخير. ذاك الرجل الذي قتل 99 نفس بل قتل 100 نفس تقرب إلى الله وتاب واستقام وغير بيئته، إلى أين؟ ذهب إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أدخله الله عز وجل الجنة بسبب أنه تقرب إلى الله. فأنت كذلك أخي الحبيب لا تقول أخاف أنتكس، هذا في علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. توكل على الله واستقيم وأبشر واعمل بالأسباب واسأل الله الثبات، وبإذن الله لن تنتكس، لأن الله ما يظلم أحد، ما يظلم أحد. لأنك تقربت إلى الله سيقربك الله أكثر وأكثر، وستجد سعادة أكثر وأكثر، ولن تتراجع عنها إذا صدقت مع الله سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون